فتح بيزنس جديد وهيبيع هدوم وبيعاني من الوحدة وعلاقته بوالدته وإخواته مفاجأة، ومقضي حياته بين مصر وأوروبا ومقدس السوشيال ميديا للدفاع عن إخواتنا. واللي عمله في ذكرى رحيل والده صدم الجميع وعمل حركة غريبة خلت كل الناس تحبه بعد ما كانت بتهاجمه. الكلام هنا عن نور ابن الفنان هشام سليم. يا ترى إيه أسرار حياته؟ وهل ناوي يدخل التمثيل؟ وتفتكروا إيه علاقته بزوجة عمه يسرا؟ يلا بينا نعرف كل الأسرار هنا في الفيديو ده، خليكم متابعين معايا للآخر. نور ابن الفنان هشام سليم حياته بعد رحيل والده أغرب من الخيال، يعني لما تعرفوا اللي حصل معاه كان صعب وغريب في نفس الوقت، وهيخليكم تقولوا الله يكون في عونه. نور فجأة من بعد رحيل والده الفنان هشام سليم لقى نفسه عايش لوحده بين 4 حيطان، وده لأنه كان طول عمره عايش مع والده مش زي باقي إخواته اللي كانوا عايشين مع والدتهم، وده لأنه كان متعلق قوي بوالده. أصل هو اللي دعمه ووقف جنبه في أزمته وقت لما قرر يتحول من نورة لنور. كل ده خلاه يتعلق بيه أكتر من والدته وإخواته كلهم وأي حد تاني في حياته. نور خلاص قدر إنه يتخطى رحيل والده وقرر إنه يعمل مشروع العمر، وهو براند ملابس مصري على أصوله وسماه هيشو على اسم دلع والده لأنه كان متعلق بيه بشكل كبير قوي. البراند ده فيه كل أنواع اللبس الرجالي، كلاسيك على كاجوال على بحر، أي حاجة تخص الرجال موجودة. نور بقى قال بلاها موديل وانا اللي هلبس الهدوم واعرضها للناس عندي على السوشيال ميديا، وفعلا عمل كده وتصور باكتر من طقم رجالي كلهم احسن من بعض. وتقريبا اللي خلاه ما يجيبش موديل هو يعني انه محبش يكلف نفسه مصاريف، بالذات ان الحياة مش احسن حاجة بعد رحيل والده. واضح بعد المشروع ده مش ناوي انه يدخل التمثيل خالص، وهيقضي حياته بعيدا عن الشهرة والاضواء وهيركز على براند الملابس وبس. وكمان هو علاقته بوالدته واخواته مش اللي هي يعني، بمعنى تلاقيه اخره بيتكلم معاهم ويسأل عليهم وكل فين وفين لما يروح يزورهم، لانه مقضي حياته بين مصر واوروبا زي ما كان عايش قبل رحيل هشام سليم. أما بقى عن علاقته بزوجة عمه الفنانة يسرا فهي غامضة شوية، يعني يسرا عمرها ما اتكلمت عنه ولا حتى دعمته في مشروعه الجديد، وده رغم حبها الشديد لأخو زوجها هشام وكلامها دايما عنه. وطبيعي كانت بتقابل نور لأنه هو اللي كان عايش مع والده، بس مين عارف يمكن نور رافع شعار لن أعيش في جلباب أبي، ومش حابب أي حد يدخل في حياته ولا يساعده بأي شكل من الأشكال بحيث يكون مستقر ومعتمد على نفسه في كل حاجة. نور مقدس السوشيال ميديا للدفاع عن إخواتنا وبيشجع الناس تعمل مقاطعة لكل المنتجات اللي بيعملوها البعدة، لدرجة إنك لو دخلت عنده على انستجرام هتلاقي كل الستوريز بتاعته عنهم وكمان البوستات. وبما إننا اتكلمنا عن السوشيال ميديا فخليني أقول لكم إنه زي ما يكون سحر الناس بعد ما كانوا بيهاجموه في التعليقات فجأة بقوا بيحبوه، وكل واحد بيحاول يدعمه على قد ما يقدر، وهو كمان بيتفاعل مع التعليقات ويرد عليهم. أما بقى اللي صدم الناس هو إن نور في ذكرى رحيل والده ما نزلش أي بوست خالص عنه، وكأنه مش قادر يستوعب رحيله ولا حابب يتعامل معاه على إنه رحل. الله يكون في عونه ويصبره. قولولي إيه أكتر عمل بتحبوه للراحل هشام سليم؟